يا مساء الخير عليكم، أهلا بيكم في راديو الحياة FM وبرنامجنا من جوه البر. برنامجنا بفكركم تاني هو مساحة نفسية علشان نتعلم فيها ازاي يكون عندنا جهاز نفسي مناعي قوي، زي ما احنا بالظبط بنبقى عايزين يكون عندنا جهاز جسدي مناعي قوي. يلا بينا نشوف حلقتنا هتتكلم عن ايه النهارده. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشاعر الخوف والقلق، وقلنا ان جزء كبير منهم بيكون ناتج من طريقة التعامل معانا أثناء الطفولة، والحاجات اللي احنا كنا مخزنينها عن نفسنا وعن العالم الخارجي. جات لنا أسئلة كتيرة بتقول لنا طب احنا بقى ازاي طلعنا بالبرمجة دي لحد ما كبرنا، وازاي نقدر نتعرف عليها، وازاي نقدر نتعامل معاها. علشان كده خصصنا الحلقة دي مخصوص علشانكم، علشان نتكلم عن ازاي نتعافى من آثار الأفكار السلبية والجروح اللي حصلت لنا من مقدم الرعاية أو من الأسرة أو من الحاجات المحيطة اللي كانت بتحصل حوالينا. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مثلث الدراما اللي احنا بنمثله، وكمان الضلع الرابع وهو المسؤول، الحد اللي هيعرف يطلعنا من المثلث ده لمنطقة التمكين. تعالوا يلا بينا نروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نكمل حلقتنا النهاردة، واللي بنتكلم فيها عن رحلتنا من جروح وصدمات الماضي لخطة التعافي. خلينا الأول نقول إن احنا في خلال الفترة دي بنلبس 4 أقنعة، 3 منهم بيكونوا أقنعة بتدمر حياتنا، وقناع واحد بس أو دور واحد بس اللي بنلعبه في حياتنا بيغير لنا اللعبة، بيخلينا حد تاني خالص. تعالوا الأول نتكلم عن مثلث الدراما. مثلث الدراما ده هو 3 أدوار عاملين بالظبط كده زي شكل مثلث: ضحية وجلاد ومنقذ. تعالوا الأول نتكلم عن دور الضحية. دور الضحية ده كان ولد ما كانش فيه اهتمام بيه خالص وهو صغير، كان لما يحب ان هو يلاقي حب او اهتمام من اللي حواليه كان لازم يبقى يا ضعيف يا مريض يا عنده مشكلة يا بيمر بأزمة ما علشان يلاقي الحب والاهتمام. فكبر على ان العالم مكان غير آمن، وانه محتاج ان هو يكون ضعيف علشان خاطر يلاقي الحب والاهتمام اللي هو محتاجهم. فطلع بيلوم الناس والظروف والأشخاص والأهل والأصحاب على كل حاجة وحشة بتحصل. الشخص ده للأسف الشديد بيبقى طعم للاتنين التانيين، يا إما بيكون طعم للمنقذ يا إما بيكون طعم للجلاد، لأن هما الاتنين حرفيا بيتغذوا عليه هو. ليه؟ نتيجة ضعفه وقلة حيلته وعجزه اللي هو أصلا حاطط نفسه فيها بإرادته، محدش يعني أرغمه على ده. تعالوا نتكلم عن الضلع التاني وهو الجلاد. الجلاد ده بيلاقي إن الضحية هي الحاجة المثالية بالنسبة له. ليه؟ لأن الجلاد ده اتربى من صغره على القسوة والشدة، وإنه لازم يكون قوي علشان يكون متشاف، وإنه لازم يكون شايف العيوب اللي في الناس عشان يقدر يتعامل معاهم. فتلاقيه من نوعية الأشخاص اللي نقده لاذع جدا، دايما بيدور على الحاجات الوحشة في الناس اللي حواليه. هتلاقيه دايما بيقولك كلمة أصل انت اللي خليتني أعمل فيك كده، أصل انت اللي سمحتلي ان أنا أذيك، انت لو ما كنتش عملت ده أنا ما كنتش عملت فيك ده. هتلاقيه دايما عايش بمبدأ جلد الذات، دايما بيجلد في الناس اللي حواليه، حتى نفسه مش قادرة تسلم منه، هي أصلا عايشة بجلد ذات مستمر. فبيكون دور الضحية بالنسبة له دور مناسب جدا علشان يسقط عليه سلطته، لأنه هو أصلا شخص بطبيعته مسيطر. تمام؟ فبيلاقي دور الضحية دور مناسب ليه، لأنه شخص ضعيف وعاجز،
ما بيقدرش يقول لأ، ما بيعرفش يعمل حدود، ما بيعرفش يخلي الناس ازاي تقدره وتحترمه من غير ما يحسسهم ان هو عاجز او ضعيف. الدور التالت واللي بيطلع لنا بقى وهو دور الهيرو او دور المنقذ، اللي بيبان في الصورة لما بيلاقي فيه جلاد وضحية، فبيجري على الضحية علشان يقول لها انا هو، انا هنقذك من الجلاد اللي محاوطك. المنقذ ده اصلا هو شخص لم يتم انقاذه، كان محتاج اصلا ان حد ينقذه، كان حد ما بيلاقيش الحب والاهتمام غير لما بيعمل حاجة مقابل ليها. عارفين الولد اللي كان بيتقال له دايما انت كل الاكل بتاعك علشان احبك، او اعمل الواجب بتاعك علشان احبك، او لو عملت كذا انا هحبك؟ ده اتحب حب غير مشروط، فبالتالي كبر وطلع على انه لازم يقدم حاجة عشان يتحب، فبيتغذى على شعور الضحية بالعجز وانه مش متشاف وانه مش محبوب، فبيبتدي هنا يرمي عليه شباكه على انه انا اللي هقدر انقذك من كل اللي انت فيه. المنقذ بيحس بقيمته لما بيحل مشاكل غيره، مع انه اكتر الناس محتاجة اصلا ان حد يحل مشاكله، فبيدور على الحاجات اللي محتاجها الضحية علشان يعملها له، حتى لو ما طلبش منه ده تلاقيه بيجري عليه. بيخاف جدا لو لقى الضحية دي ابتدت تتعلم انها تعمل الحاجة بنفسها، بيحس ان هو كده هيبقى لوحده وان مش هيكون ليه قيمة في الحياة، فبيضطر ان هو يخليها هي المصدر الوحيد ليه، ويخليها دايما ما تستغناش عنه. انا هو موجود، انا دايما هحللك مشاكلك، انا دايما هكون معاكي، ما تتصرفيش من دماغك، انا دايما انا اللي هحللك كل حاجة. فبالتالي هي ما بتعرفش تتحرك من غيره، او هو ما بيعرفش يتحرك من غير المنقذ اللي في حياته ده. بعد ما تعرفنا على التلاتة دول، عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان احنا ممكن نلعب التلات ادوار في حياتنا. انا ممكن العب دور المنقذ، وممكن العب دور الجلاد، وممكن العب دور الضحية، باختلاف الموقف انا بتحرك. ولكن الشخص اللي بيبقى عايز فعلا يتعافى بيركز على اكتر نمط هو بيمشي فيه فعلا، على اكتر الحاجات اللي بتريحه في الحياة وهو بيعملها. هل هو بيعيش دور المنقذ، ولا بيعيش دور الضحية، ولا بيعيش دور الجلاد؟ وعلشان نعرف ده كله لازم نعرف ان في دور رابع احنا محتاجين اصلا ان احنا نخرج ليه، وهو دور المسؤول. الراجل ده اتعلم ان هو حياته دي مسؤوليته، نجاحه، فشله، قوته، ضعفه، كل حاجة هي مسؤوليته هو، وان هو خلاص ما كانش الطفل الصغير او ما بقاش الطفل الصغير اللي الناس بتسقط عليه احكامها. فتعالوا هنا نعرف المسؤول ده هيعمل ايه علشان يخرجنا من مثلث الدراما او مثلث الرعب للمنطقة الآمنة. قلنا ده اللي هنعرف ان احنا مثلث الرعب عندنا فيه 3 حاجات: المنقذ والضحية والجلاد، وفاضل لنا الحتة الآمنة اللي المفروض ان احنا نروح لها. وعشان نروح لها احنا محتاجين نعمل 5 خطوات. تعالوا كده بالراحة علشان الموضوع محتاج ان احنا نتأمله بالراحة كده. اول حاجة انا محتاجة اعترف ان انا شخص اتأذيت في حياتي، عادي جدا، مفيش مشكلة. ليه؟ لان احيانا الكبت بيخليني جسمي وعقلي مش مرتاحين، عمالة اكبت في مشاعر كلها مشاعر سلبية، مش قادرة اصلا اعترف ان انا اتأذيت، وان ممكن إن يكون اقرب حد ليا هو اللي اذاني، فبالتالي افضل اكبت في مشاعري، وتحصل لي بقى حاجات تانية كتير. بقى الاقي نفسي يا بنام كتير من غير هدف، يا ما بعرفش انام خالص، يا باكل كتير، يا ما باكلش خالص، يا مهما نمت مش مرتاحة في نومي، يا صداع مش مبرر، يا ألم في المعدة مش معروف له هوية. فكل ده هيطلع على هيئة أمراض وأعراض في جسمي أنا مش فاهمة لها سبب، ومهما رحت عند دكاترة هتلاقيهم بيقولوا الجملة الشهيرة: حضرتك شوف نفسيتك مالها فيها ايه. فأول حاجة أنا محتاجة أعترف إن أنا بالفعل اتأذيت، وإني قادرة إن أنا أخرج من مرحلة الأذى ده لمرحلة التعافي. طب تاني خطوة وهي مرحلة الفهم. أنا محتاجة أفهم أنا في حياتي بلعب أنهي دور من الأدوار. هو أنا بلعب دور الضحية
وعمالة اقول اصل بابا وماما هم اللي عملوا فيا كذا، اصل الظروف هي اللي عملت فيا كذا، اصل انا لو سافرت بره ظروفي هتتحسن وحياتي هتتبدل؟ ولا عايشة دور الجلاد اللي بنتقد في كل حد حواليا وبحاول اسقط غضبي عليه وبطلع طاقة الغضب دي في كل حد حواليا؟ ولا انا عايشة بدور المنقذ على حساب نفسي، عمالة ادور على الناس اللي عندهم مشاكل واحلها لهم حتى لو ما طلبوش، علشان خاطر بس احس ان انا ليا قيمة عند حد، عشان خاطر احس ان انا متشاف. كلهم على فكرة بيتمحوروا حوالين ان هم محتاجين يتشافوا، ولكن كل واحد فيهم بيلعب في المنطقة دي بطريقته هو. طيب بعد ما فهمنا وبعد ما اعترفنا، انا محتاج بقى اقرر. وهنا هقول جملة: التعافي قرار. بس وقت ما تحس ان انت قررت ان انت تتعافى، هتبتدي هنا اول سلمة من سلم التعافي. انت ممكن تفهم وممكن تعترف، ولكن ما تقررش، فهتفضل واقف مكانك وهتفضل مستمتع باللعبة اللي انت بتلعبها في حياتك. وقت ما تحس ان انت خلاص خدت الخطوة، انا مقرر ان انا اتعافى، انا مقرر ان انا اتحرر من كل الحاجات اللي انا مريت بيها، وقت ما انت فعلا بتبتدي تطلع اول سلمة المفروض ان انت تطلعها. طيب هعمل ايه بقى بعد القرار ده؟ انا محتاجة احتوي الاذى، احتوي الاذى اللي انا اتأذيته. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت وممكن ترجع لها، انا محتاجة ان انا اقر بمشاعري، افهمها واقر بيها واحتويها. تمام، انتي جيتيلي بدرس وانا اتعلمته، متشكر ليكي، اتفضلي مع السلامة، بس كده. طيب خامس حاجة، ودي اهم حاجة، النقطة الاولانية في الفهم، لازم افهم نقطة كويسة ومهمة، ان انا ما كنتش السبب، وان انا تم برمجتي على حاجة مش انا اللي قدمتها لنفسي، ده في غيري هو اللي قدمها لي. النقطة الاخيرة بقى وهي اعادة السوفت وير. انا محتاجة اعمل سوفت وير جديد. عارفين لما كده نكون معانا جهاز موبايل ومن كتر ما بنحمل عليه فايلات بقى، فيديوهات، افلام، اغاني، هنلاقيه اتملى جدا. طب نروح نعمل له استعادة ضبط مصنع، هنلاقي فيه جزئية كده ما اتمسحتش. نكتشف ان احنا بعد كده كان المفروض اصلا نعمل له سوفت وير جديد. احنا محتاجين نعمل سوفت وير جديد عشان تتعافى، محتاج تعمل سوفت وير جديد، تعيد برمجة نفسك وتعيد برمجة طفلك الداخلي. محتاج تقوله ان انا ما بقيتش الطفل الصغير بتاع زمان اللي محتاج ان انا اتشاف، او محتاج ان انا افرغ غضبي في حد. لا، انا بقيت كبير وواعي ومسؤول، واقدر ان انا اتحكم في نفسي وفي تصرفاتي وفي افعالي، واكون مسؤول عن حياتي من A to Z. طيب انا هقدر اعمل كده ازاي؟ في خطوة مهمة لازم نبقى عارفينها. هيجي سؤال ويقول لي طب ما انا الناس اللي اذوني بالفعل هم موجودين في حياتي، هم لسه موجودين في دايرة حياتي، ايا كان بقى هم اللي اذوني دول، بابا ماما اخواتي المجتمع، اي حد ليه بشكل مباشر بيتعامل معايا او شكل غير مباشر، المهم ان هو موجود. فازاي ان انا اقدر اعمل كل دول في وجوده؟ انا هقول لك حاجة بسيطة جدا، انا ما اقدرش اغير الناس، ولكن انا اقدر اغير استجابتي اللي انا كنت بستجيبها زمان، اعدلها. بدل ما انا اكون ضحية لحد، لا، بدل ما انا مستنى ان حد ياخد لي قراراتي، انا ابتدي اتعلم ايه الصح وايه الغلط وايه المساوئ بتاعة القرار ده وايه العيوب، وابتدي امشي في حياتي. بدل ما ابقى مهاجم وابقى جلاد للي قدامي، لا، ولا اكون مهاجم ولا اكون مدافع، اخليني حيادي، اعرف احط حدود صحية لنفسي. بدل ما انا اخد قيمتي من ان انا بحاول ان انا اساعد الناس اللي حواليا، طب ما انا اساعد نفسي الاول، ما انا اتعلم اساعد نفسي واتعلم ان انا ما اقدمش نصيحة لحد هو اصلا مش عايزها. لما يطلبها هيلاقيني موجود. ان احنا نساعد الناس دي حاجة ضرورية، مش يعني ما فيهاش جدال، ولكن
ما ساعدش حد هو مش محتاج مساعدتي. افتكر دايما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لما هو يحتاج ان هو يتغير هيلاقيني جنبه بساعده، ما بقاش انا كده متطوع مني لنفسي. طيب، وهنا بقى هقول لكم على مقولة انا بحبها جدا. في مقولة بتقول كده: هبت الريح فملاح شكى وملاح شكر، ليست العيب في الريح ولكن في هوى الأنفس ما ساء وسر. يعني ايه الكلام ده كله؟ هبت الريح، في واحد اشتكى وفي واحد قال والله ده خير. القصة هنا مش في الريح، القصة هنا هو استجابته كانت ايه. في واحد شافها انها شر جاي والشر ده هيودي بحياته في 60 داهية، وفي واحد تاني شافها لا ده خير ان شاء الله وجاي محمل لنا بخير وبإذن الله الدنيا تبقى تمام. فاستجابتك هنا هي اللي بتغير وبتحدد انت رايح فين وجاي منين. وهقولك 3 حاجات تعملهم علشان الناس اللي في حياتك وبيأذوك دول لو كان هم لسه في محيط حياتك. هم كده بالظبط 3 ته، افتكرهم كويس، هم 3 ته. اول حاجة تقبل ان الناس دي موجودة في حياتك، هي مش هتمشي. تقبل ان الناس دي ان كان بقى مقدم رعاية فهو رباك على اللي هو اتربى عليه، ده كمان حاول ان هو يصلح من نفسه ممكن. تقبل ان انت مش هتعرف تغير حد، ان انت لازم انت اللي تتغير مش الناس هي اللي تتغير، ان انت تحت سيطرة نفسك مش الناس هي اللي تحت سيطرتك. 2، تغافل او تغافل الزلات. هو ممكن اصلا بيكون بيعمل الحاجات دي بشكل لا ارادي، تغافل لو تعرف تتغافل. او تجنب ان انت تخش مع الناس دي في صدام. يعني لو انت شايف ان انت المواجهة دي لما بتواجهها في الاخر بتعود عليك انت بالتعب النفسي، لا بلاش منها احسن. لو انا كل لما اكلم ماما في موضوع محدد تقلب الترابيزة عليا، طب ما انا بطل اتكلم فيه عادي جدا ما فيهوش مشكلة. وحاول ان انا احول استجابتي لشكل تاني. انا اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ اقدر اعمل الحاجة اللي انا نفسي اعملها فيها دي ازاي؟ هل هو ده توقيتها المناسب؟ لو هو مش توقيتها المناسب احاول ان انا اجلها، مفيش مشكلة. فاتجنب الصدام مع الناس دي. 3، هتسامى. يعني ايه هتسامى؟ غالبا كده ما بيكون سبب اذانا هم ناس قريبين لينا جدا، بابا او ماما او حد من اخواتي او حد من العيلة. فالتسامي هنا اني انا ارفع الموضوع ده لقوة اكبر مني. اني اعمل ايه؟ ان اقول مثلا ان انا بتعامل معاهم عشان خاطر هم اهلي، انا لازم اتسامى، اتعامل معاهم بالبر مش بالشر. افتكر دايما ان هم كان ليهم رصيد حلو عندي، فبالتالي افتكر الرصيد ده وابتدي اقلل من الغضب الداخلي اللي جوايا ناحيتهم. فهنا دول هم 3 ته: تقبل، تجاوز او تغافل، وتسامى. 3 دول هيريحوك جدا. افتكر حاجة تاني واخر خطوة ممكن تعملها، وهي مش خطوة، هي زي تركاية كده. كل ده انت مش هتعرف تعمله في يوم وليلة، انت محتاج ان انت تاخده خطوة خطوة. مفيش خلطة سحرية للتعافي، لازم تمشيها خطوات محتاجة منك وقت وجهد وصبر. وفي ختام حلقتنا اقول لكم النصيحة من قلب الحلقة نفسها. اول حاجة، مفيش خطة ثابتة للتعافي، خطتك انت اللي بترسمها بنفسك، بس محتاج ان انت تشوف انت هتعمل ايه في الحاجات اللي احنا قلناها كلها. تاني حاجة، ان التعافي ملوش خلطة سحرية، فانت مش هتصحى من النوم تلاقي نفسك ما شاء الله عليك بقيت متعافي. انت محتاج ان انت تاخد وقت وجهد وتصبر على الحاجات اللي انت مريت بيها علشان تقدر تتجاوزها. تالت حاجة، تقبل نفسك ايا ما كانت، كلنا بشر نخطئ ونصيب، وتعامل بتراحم مع نفسك ومع الاشخاص المحيطين بيك. هتلاقي نفسك هديت وهتلاقي نفسك لوحدك كده بتبتدي تاخد خطوة خطوة ناحية السلام النفسي وناحية التعافي من كل حاجة انت مريت بيها. اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله في موضوع من اختياركم.